في خبر عاجل الآن، أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن إحدى مذيعاته قتلت في سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة دمشق ومحيطها فجر اليوم الثلاثاء. وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إنها تزف المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيد يسر العدوان الذي تعرضت له العاصمة دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانية اليوم الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت 3 مرات على التوالي لأهداف معادية في محيط دمشق. وقالت الوكالة في نبأ عاجل أن وسائل دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق، مستخدمة في ذلك نفس الصيغة التي تستخدمها عادة للحديث عن تعرض مناطق سورية لغارات. ووسط الغارات راجع المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن بأن الغارة على دمشق عملية اغتيال. وقال المرصد السوري أن دمشق تعرضت لجولتين من الغارات، مشيرة إلى سماع 2 انفجارات في جنوب غرب العاصمة السورية. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك على زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لتصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.